قصة ماريا ويوسف السوري اللي هضروا عليها بزاف في السوشيال ميديا واللي دارت واحد الضجة اللي كبيرة بزاف. ماريا هي واحد المليونيرة من الطليان، عندها 77 عام، لقات الحب ديالها في واحد الشاب سوري اللي عنده غير 19 عام واللي سميتو يوسف، وكان اللقاء ديالهم في اسطنبول. الناس عجبتهم القصة ديالهم حيث الفرق في العمر كبير بزاف، ولكن كيقولوا باللي الحب ما كيعرف العمر لا حدود. شكون متفق مع الطرح؟ المهم تزوجوا وبداو كيديروا الضجة في الميديا، خاصة ملي ماريا خرجت بتصريح صادم وقالت باللي حاملة من يوسف. هذا الخبر شعل النار في التعاليق، حيث الناس بداو كيتسائلوا كيفاش تقدر تكون حاملة وهي في هذا العمر اللي كبير بزاف. ولكن هي قالت باللي استعملت واحد التقنية اللي سميتها تجميد البويضات باش تحقق الحلم ديالها وتقوم بالإنجاب. في وسط هذه الأحداث يوسف بقى كيعيش حياة الرفاهية بكل ما تحمل الكلمة من معنى مع ماريا، وكانت كتهديه الهدايا الغالية. حتى في عيد الحب عطات لي واحد المفاجأة اللي خلاته فرحان بزاف، ولكن الصدمة الكبيرة كانت من بعد، حيث خرجت أخبار باللي يوسف مات في حادث مروع، والناس بقاو كيسولوا واش بصح ولا مجرد إشاعة. وكاين عاوتاني أخبار وحدين أخرين اللي كيقولوا ماريا هي اللي ماتت وخلات الثروة كاملة ليوسف. القصة بقات كتدور بين الحقيقة والإشاعة، والناس بزاف شاكين في الصحة ديالها حيث ما كايناش مصادر رسمية اللي هضرات عليها. نتوما خليو لي الرأي ديالكم في التعليق، واش ممكن انه يحب شي واحد اللي عنده 19 عام شي وحده اللي عندها 77 عام، او لا هذا الشيء غير مجرد طمع؟ الآراء ديالكم كتهمنا، وخلي معاك لايك الفيديو ومتابعة الصفحة. فضلا وليس أمرا.